الحياة حلوة بس نفهمها. لا 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 لا، اسكتي يا بنتي، انت ما تعرفيش حاجة. انا حياتي دي انا قرفت منها وطهقت وزهقت، ونفسي امسك حياتي دي ارميها على اي حد واطلع اجري. علشان انا لحد دلوقتي خلاص انا كده جبت اخري ومش مستحملة اي حاجة تانية، واللي هيكلمني انا هنفجر في وشه حرفيا. لان انا بجد تعبت، ونفسيا تعبت، وجسديا تعبت، وكمان مش قادرة استحمل اكتر من كده. زائد كمان ان انا كل ما بحكي لاي حد اي حاجه وباجي اشتكي له، يقعد يقول لي على فكره كل الامهات وكل الستات بتعمل كده، ويمكن اكتر كمان، بس ما بيقعدوش يشتكوا كده طول النهار وطول الليل وزن وقرف. لان انت المفروض ام واخترتي ان انت تكوني ست بيت، فالمفروض ان انت توافقي بكل الحاجات دي من غير ندب، ومن غير ما تحسسينا ان انت يعني بتعملي لنا جميله، واللي بتعمليه محدش ابدا بيعمله في الدنيا. من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من ولكن ما إن الله بها من سلطان إني معكم من المنتظرين برحمة من كانوا مؤمنين سنين أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إنا بما أرسل به مؤمنون أكبروا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك قالوا يا موسى ادع لنا ربك وقالوا مهما تأتنا به من آية. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا سمعتوا الجزء الاول من الفيديو. يعني عايزة اقول لكم ان دي كانت حياتي شبه إيه، يعني شبه حرفيا بالظبط الكلام ده انا كنت دايما اقوله، وان انا زهقت، وان انا لو كنت اعرف ان الجواز كده وان الجواز مش راحة ما كنتش اتجوزت وما كنتش بدأت. برغم الحاجات الحلوة الكتير قوي في انك بتكوني اسرة وعيلة، وانك بتعيشي حاجات، يعني ان انتي مستقلة بنفسك كده في كل حاجة، الا انك بتتعبي من المسؤولية اللي عليكي. بس لما كبرت ولما حسيت ان انا فعلا حكاية النضج دي يا بنات مش يعني مش وخلاص والله، ومش هتيجي بالعافية غير بعد سنين كتير بتتعلمي فيها وبتكبري فيها، ودماغك وتفكيرك واسلوبك وطريقة تفكيرك وطريقة وعيك بالمجتمع اللي انت عايشة فيه، وطريقة وعيك باللهجات اللي انت حواليكي بتفكري فيها ازاي، وبتفكري فيها من انهي ناحية وانهي اتجاه، هتلاقي نفسك غيرتي كل ده. انا الحمد لله الحمد لله من ساعة ما كبرت وابتديت اعرف يعني ايه حياة، ما بقتش حاجة بتضايقني خالص، بل بالعكس. يعني كل حاجة في حياتي بحمد ربنا عليها. كنت بحمد ربنا بس كنت بشتكي كتير جدا، وكنت بندب حظي وبندب حياتي وبندب حاجات كتير، برغم ان الحاجات يعني كل الندب والصياح ده كله من مسؤولية بس شغل البيت والبنات ومش عارف ايه وبس، يعني مفيش اي حاجة ازيد من كده. لكن كنت حاسة ان الحياة دي اكبر مني، وكنتش حاسة ان انا مستمتعة بحياتي خالص. لكن الحمد لله ربنا انعم عليا ان انا نضجت فكريا. فانتي لازم يعني لما تيجي مثلا تحسي نفسك ان انتي لا مش قادرة تستحملي، اعرفي ان ده دورك، وان ده هي حياتك، والمفروض ان انتي يعني بصي دي احلى حاجة ان انتي بتعيشيها، ان انتي بتكوني اسرة، وان انتي بتعملي اسرة، بتعملي عيلة حلوة، وبتعملي كيان ليكي ولنفسك ولبيتك. فهتحسي لا الموضوع اختلف تماما، وان دي حاجة مش اجبار عليكي، ده مسؤولية ومش يعني مش اجبار، هي بس مجرد مسؤولية بتخليكي تديكي كيان كده، واحساس ان انتي الكل في الكل كده، وان انتي بتعملي كل حاجتك بنفسك، وفي ناس كمان معتمدة عليكي. اي نعم الاحساس ده ساعات بيضايق، وساعات بتحسي ان انتي
مش قادرة تكملي او مش قادرة تخليهم يعني ان انتي عند حسن ظن الناس كلها بيكي، بس ده ابدا ما يمنعش ان انتي المفروض بتبقي قد المسؤولية، وان انتي بتحاولي تخلي بالك من الرعاية بتاعتك. تمام. فده كان جزء من الفيديو، كلمتين حبيت ان انا فضفض بيهم. المهم عندنا روتين حلو قوي قوي النهارده، روتين سريع بجري فيه زي ما انا بجري كده في الكلام. آم، اول حاجه كان عندي سمنه كده سيحتها، وبعدين حطيتها في البرطمان بتاعها، وبعدين بدات بقى ان انا هعمل رز بلبن. انا الرز بلبن بتاعي شبه مهلبيه ورز بلبن مع بعض. بحط بس شويه رز صغيرين وبسلقهم في ميه لحد ما يستووا تماما، وبعدين بضيف اللبن، وبعدين بضيف معلقتين نشا متذوبين في شويه لبن والسكر حسب الرغبه. ودي بتبقى الوصفه بتاعتي. انتي بتحسي ان انتي بتاكلي مهلبيه في جواها كده رز، او بتحسي ان انتي بتاكلي رز وهو اساسا مهلبيه. فاهمين الجو ده؟ فانا بحب اعملها كده قوي قوي قوي. جربوها هتعجبكم قوي قوي قوي. تمام. هنا بقى بحطهم في الكاسات وبرجع احطهم في التلاجة شويه علشان يبردوا، علشان كنت هحط عليهم مانجا، فايه الموضوع بس مانجا ما تنزلش ميه والحاجات دي. تمام. هنا بكمل بقى في العلب البلاستيك دي، مريحة تماما، بتاخدش معايا مكان في التلاجة، برصهم فوق بعض. كمان بتبقى سهلة للبنات ان هم يعني بتشيل كمية صغيرة فبيخلصوا الكمية كلها. تمام. فالعلب البلاستيك دي بصراحة انا ما بستغناش عنها، حلوة قوي قوي قوي. تمام. بقفلهم بقى وبرجعهم في التلاجة، واول ما بيبردوا زي ما قلت لكم برجعهم. تزوقيهم بقى، بتحطي لهم جوز هند، زبيب، مكسرات، مانجا، بسكوت، زي ما انا بحب، يعني اللي انت عايزاه. تمام. هنا كانت الكاسات بردت تماما. جيت بقى بقطع المانجا اللي انا قطعتها من شوية، وبعدين ابتديت ان انا احطها كده من فوق. الاول ضفت كده جوز هند، وبعدين حطيت المانجا بقى من فوق كده. بيبقى طعمه خرافة وطعمه حلو قوي قوي، من الحاجات الحلوة، من الحاجات اللي بتبرد على قلبك في الحر، من الحاجات اللي بتستمتعي وانت بتاكليها اصلا في الجو الصيف ده وكده. تمام. بصوا، عايزه اقول لكم ان انا يعني بعد الفطار وانا بعمل الريكورد ده ببقى متنحه ومش عايزه اتكلم، مش قادره ان انا اتكلم اصلا، بس يعني شر لابد منه. هنا بقى انا بقى عندي بسكوت ساده. تمام. بسكوت الشاي الساده ده العادي، انا بطحنه وبيبقى بالمنظر ده. انا بحب قوي الحركه دي، بحبه قوي قوي بالبسكوت. تمام. دقوب بيبقى حاجه جديده كده، وبيبقى ليه طعم مختلف، وشكله كمان جميل. بصوا شكلهم بصراحة تحفة روعة، وطعمهم بيبقى حلو قوي قوي. ندخل بقى على الفطار النهاردة. انا جوزي قال لي عايز حاجة خفيفة، اخف حاجة. لما هو بيقول لي الاكلة الخفيفة دي ما بيقوليش ايه هي، بس لما بيقول لي عايز اكل حاجة خفيفة بعمل آه، ورقة خضار على طول. تمام. وبحط فيها يا اما لحمة يا اما فراخ. ما عندكيش خالص بتعمليها خضار كده بس، وبتبقى تحفة. اخف اكلة ممكن تاكليها جنبها شوية رز. بصوا حاجة يعني حاجة تانية خالص. ليه بقى؟ خفيفة، ما فيهاش زيوت وما فيهاش دهون كتير. الخضار بتاعها يعتبر مشوي، فهي حلوة قوي، بتتجمع خضار كتير. يعني عندك كوسة بتحطي بطاطس، بسلة، جزر، فاصوليا، عندك فاصوليا خضراء. يعني بصوا انتي بتنوعي فيها وبتبقى حلوة قوي. زائد طبعا البصل والطماطم، الفلفل الالوان، فلفل اخضر، على حسب ما انتي عايزة. جمعي فيها كل اللي عندك، وحطيهم في ورقة زبدة، ورقة فويل، وارميهم في الفرن وطلعيهم، تاكلي احلى ورقة خضار دقتيها في حياتك. وخصوصا انتي لو عملتيها مثلا على لحمة او على فراخ. تمام. هنا كنت بقشر البطاطس. طبعا البطاطس دي حاجة أساسية في ورقة اللحمة أو في ورقة الخضار، والكوسة حاجة أساسية. أنا عندي بسلة طبعا مفرزناها قبل رمضان فنفعتني قوي، والجزر برضو. تمام. فنفعني قوي الموضوع ده. تمام. انا لو كنت اعرف والله كنت فرزت اكتر بكثير، بس مفيش اماكن ومفيش وقت. المهم هنا بقى انا كان عندي هنا دبابيس فراخ، فانا كنت هحطها. فطبعا بتاخد تتبيله لوحدها، ببشر بصله وببشر طماطمايه. تمام. علشان اتبل الدبابيس دي. ويا ريت يا ريت لو كان قبلها مثلا بيوم او بليله، بتبقى الموضوع بيفرق في اي تتبيله في اي حاجه مشويه او اي حاجه بتدخل الفرن. طبعا كلكم عارفين النقطه دي. تمام. انا هنا ببشر الطماطمايه
على البصلة. تمام. وبحط بقى التوابل بتاعتي، وبحط صلصة، وبحط شوية لبن، وبحط التوابل زي ما قلت لكم. هنا بحط معلقتين صلصة، معلقتين صغيرين، وهنا بحط اللبن. وكان خلاص اللبن، بصوا عايزه اقول لكم العلبه فضيت اصلا. هنا بقى ملح وفلفل وبابريكا وسبع بهارات، وبحطهم وبقلبهم كويس، وبصل بودر وتوم بودر وفلفل اسود طبعا لا غنى عنه. وبعدين كده الخلطه بتاعتك جاهزه تماما. هنا بتحشيها كده بين الجلد وبين اللحم، وبتبقي بصوا عايزه اقول لكم مقطعه كده الدبوس، مغرزاه كده بالسكينه علشان بس ايه التتبيله تدخل فيه وكله ياخد من بعضه ويبقى طعمه خرافه. الحاجات دي لما بتنزل على الخضار وهو بيستوي بتديله طعم تاني خالص. الكلام هنا جامد، الكلام هنا غير غير غير. الاكله سهله بسيطه حلوه، طعمها حلو، تجديد. تمام. فيعني انصحكم تعملوها. انا بعملها مثلا مرتين تلاتة اربعة خمسة ستة في رمضان. الخضار حلو. وكمان انا بناتي بيحبوه بالطريقه دي. سبحان الله لما بطبخ البطاطس صينيه او طبيخ او الكوسه او كده ما بيحبوهاش خالص، انما بياكلوها بالطريقه دي. تمام. تمام زي الفل. انا بقطع البطاطس مكعبات. اهم حاجه يا بنات المكعبات بتاعه البطاطس، خصوصا لو بطاطس بتستوي بسرعه يبقى البطاطس تبقى المكعبات بتاعتها كبيره شويه. تمام. والكوسه كذلك. ليه؟ علشان انتي لما بتاخدي سوا في الفرن ما يتهروش، ويبقى كله كده خلطبيطه بالصلصه مع بعض، بيبقى كل حاجه محتفظه بشكلها بلونها بقوامها بالسمك بتاعها. تمام. الكوسه كمان انا بقطعها برضو حلقات سميكه، ولو كنت قطعتها اسمك من كده حلوه، اسمك دي اسمك من كده كانت هتبقى حلوه برضو، وكانت هتستحمل وكانت هتستوي. تمام. بس انا بما ان الفراخ بتستوي بسرعه عن اللحمه، يعني هي لو لحمه ممكن تقطعي الخضار اكبر من كده. البصله كمان بقطعها مكعبات. تمام. وزي ما تطلع معاكي اهو. وبعدين بقى بحطهم في بولة كبيرة علشان اخلط كل الكلام ده مع بعض. بقطع برضو الطماطم مكعبات. مفيش هنا صلصة طماطم، ما بنستخدمش عصير طماطم نهائي. كل حاجة من دي بتنزل ميتها، كلنا عارفين الكوسة بتنزل مية، فالحاجات دي بتنزل مية كتير، فمش محتاجين صلصة طماطم. تمام. بنحط كل الكلام ده في البولة، وبننزل بالخضار بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، وبنقلبه بقى. انا هنا كنت بوريكم البسلة حطيتها بس ما حطيتش كتير، يعني حطيت نص الكمية. تمام. وحطيت الجزر. هنا كانت متجمدة قوي، كنت عمالة فرفت فيها، وبعدين شوية طاروا كده وشوية طاروا كده اهو. انا بس مطلعتهاش قبلها بفترة يعني. وهنا الجزر برضو هياخد شوية حلوين. وكمان الفلفل الالوان برضو طلعت اللي انا مقطعاه شرايح، عشان ما كانش عندي فلفل اخضر. بس بقى وبنقلب الكلام ده كويس قوي قوي قوي. شوفوا بقى الالوان على الاشكال على الحاجات الحلوه اللي تفتح النفس، جميله. ولما بحط لها البهارات ريحتها بقى بتطلع تبقى جميله. بابريكا وفلفل اسود، بصل بودر وتوم بودر ومرقه دجاج، لازم المرقه. وبنقلب الكلام ده كويس، والبابريكا بتدي لها لون حلو. وبجيب صينيه تمام وبدهنها بس دهنه زيت، وبحط ورقه الفويل، وبحط في قلبها ورق الزبده، وببطن الصينيه كويس. تمام. وبعدين بقى بننزل بالخضار ده اللي احنا حطيناه كله اهو بالشكل ده. وبعدين بقى عايزه اقول لكم يعني بنغطيها بقى، بنكفنها بقى، ما بنخليش خرم ابره يدخل لها هوا. يعني بصوا على قد ما انتي بتحطيها. نسيت احط طبعا الدبابيس، طبعا يعني نسيت. هرص كده الدبابيس اللي تبلتها، انا تبلتها قبلها مثلا بساعتين. تمام. وهحط بقى الدبابيس، وهحط كمان الصوص اللي احنا التتبيله دي هحطها معاهم، علشان كل ده بقى لما بنمتزج مع بعض زي ما قلت لكم بيبقى يعني الكلام كبير والحكايه كبيره، فاهمين؟ وبعدين بنحط بس رشه زيت. تمام. او مكعب زبده براحتك. حاجه كده بسيطه. وبعدين بنقفل بقى الموضوع ده، بنقفله تماما. ورق الزبده بنغطيها في الاول، وبعدين بنحط بقى الفويل وبنغطيه كده وبنقفله من جميع الجوانب، علشان مفيش اي هواء ولا بخار يخرج
ما هي الكاميرا دي هي اللي بتسوي الخضار وبتخليه مستوي قوي وبتخليه حلو وما بينزلش ميته كتير والكلام ده كله. تمام، بس اهم حاجه دي يعني. اهو قفلتها تماما وقعدت العب في الصينيه بقى وقعدت ادورها كده. بصوا يعني، لا المزاج عالي. تعالوا بقى نعمل شويه رز. بصي ما تقوليش لعدوتك عليها وما تقوليش لاي حد اي حد عليها اصلا. شويه رز حلوين قوي قوي قوي. بصوا هننزل بمعلقه زيت وهننزل بالمعلقه بصل مفرومه. تمام، عليها معلقه جزر يدوب البصل بس يدبل كده. وبعدين هنحط بقى البسله. تمام، ده في حال ان اولادك مثلا بيحبوش الرز الخضار، تدخليه في الرز كده بيدي طعم حلو. وبعدين الكبار برضو بيبقى تغيير عن الرز العادي. وطماطمايه متقطعه وبعدين بابريكا وفلفل اسود وملح، وتقلبي الخضار ده كله مع بعض. وتكوني بقى ايه غاسله الرز، ممكن رز عادي وممكن رز بسمتي. انا هنا الرز البسمتي عملت كوبايه وكوبايتين رز. تمام، وقلبتهم كويس جدا. وبعدين حطيت مرقه تانية معلقه قصدي مكعب مرقه تانية. المرقه الاولانيه اللي انا حطيتها دي انا بشتريها كده من عند العطار، ودي المرقه اللي هي الجاهزه من السوبر ماركت. وبعدين هننزل بقى بميه سخنه بتغلي. كل كوبايه رز بسمتي ليها كوبايتين من الميه، ويا رب اكون بتكلم صح. هنسيب الرز بقى يغلي. تمام، ونوطي عليه النار. بصوا بقى الشكل والجمال وطعمه على فكرة حلو قوي قوي، والله جميل. انا بحب اعمل الرز ده قوي قوي. ممكن الرز ده ما يمشيش مع الاكله دي قوي يعني ورقه اللحمه ممكن تكون عايزه رز ابيض بالشعريه اكتر مثلا، او رز ابيض بس. لكن انا بحب اعملها مع ورقه اللحمه. بحب اعمل الرز اللي هو بالخضار ده. تمام، بقول لكم ان الحكايه صعبه وانا صايمه كده، لا. بصوا الكوسه زي ما هي ومستويه. البطاطس اهم حاجه، انا عندي البطاطس ما تتهريش اهم حاجه، لاني انا فاشله جدا في موضوع تسويه البطاطس. بصوا والجزر والكوسه، لا الكلام حلو قوي. المهم هنا بقفلها بقى تاني لان كان باقي على الفطار مثلا ساعة الا ربع ولا حاجة، فايه سيبها سخنة. بصوا انا بوريكم الرز وانا هو بيتغرف كده، حاجة كده فوق الخيال. المهم ده كان بقى يومي النهاردة، وان شاء الله اشوفكم على فيديو جديد وتصبحوا على خير. باي باي.